حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن النبي كما قيل، ابن النبي سيدنا الحسن بن علي ابن السيدة فاطمة الزهراء، بيحمل الدقيق على ظهره علشان خاطر يوزعه على الفقراء من غير ما حد يعرف. وهنا انت ساعات تبقى معدي كده تلاقي مثلا يعني مائدة رحمن محدش عارف مين صاحبها. هذا أدعى ان هو يكون مقبول العمل او ان يكون فيه اخلاص متوفر عنده. نسبته قد ايه الله اعلم، ده اذا كان بيعمل العمل ده يعني فعلا في السر محدش عارف مين اللي عامل المائدة ديت. وساعات تلاقي موائد الحاج فلان الفلاني يدعوكم للإفطار يوميا في مائدة الرحمن على نفقته الخاصة. يعني هل هذا الإعلان يتساوى مع هذا الكتمان وهذا السر؟ أعتقد لا. هنا أنت لماذا تعلن باسمك إنك تقول الحاج فلان الفلاني؟ وزي ما قريت مرة أنا على باب أحد المساجد إن يوجد بالمسجد مائدة رحمن طوال العام للفقراء على نفقة الحاج فلان الفلاني، ولا يقبل الحاج فلان الفلاني التبرعات، وادعوا معانا للحاج فلان الفلاني إن رب. يعني إعلان، يعني ده بمثابة إعلان مدفوع الأجر، هو بيأكل الناس عشان خاطر الناس تعرف إن هو ما بيقبلش تبرعات، وإن هو على حسابه الخاص، وإن المسألة يعني ما حدش بيساهم معاه بحاجة، وإن الراجل منفق وكريم وما إلى آخره. الفقير يستفاد إن هو كل. أعتقد بقى حسب ما قرينا دلوقتي هو ما استفادش لأنه أعلن، وقد يدخل الرياء في قلبه فيهلك. اللهم إلا إذا كان الراجل ده ملوش ذنب، إذا كان توفي، إذا كان ما يعرفش وموكل حد يعمل كده فهو بيجامله عشان خاطر يعني ياخد بالحب جانب زي ما بنقول. اللهم إلا إذا كان ذلك حتى لا نظلم أحدا ونعوذ بالله من الظلم. الله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعدكم الفقر الشح النفس، الفقر إنك ممكن تتصدق ومع ذلك لا تجد لك رصيدا في الآخرة عند الله عز وجل فتبقى فقير. يعني يوم القيامة رصيدك في الحسنات صفر. الصفر ده جه منين؟ رغم انك انت في حياتك كنت تظن ان انت في الآخرة 10/10. ده انت بتعمل كل سنة مائدة رحمن، ده انت تبرعت للفقراء بكم مليون او بكم ألف، ده انت طول عمرك خير وبتعمل ثواب للناس وخير للناس، ده انت عامل سبيل مية في المسجد، ده انت فرشت المسجد الفلاني على حسابك، ده انت بنيت مسجد او 2 أو 3، ده انت تبرعت في مؤسسة خيرية بكم ألف او بكم مليون. يعني تظن ان هذا الرصيد في الآخرة موجود وانك هتلاقي كشف حسابك في الآخرة مليان، فلما تروح في الآخرة تلاقيه صفر. هنا التفسير الآية يعني من التفاسير: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، من الفقر يا جماعة إن الشيطان يخليك تتباهى وتتفاخر، وإنك ترائي الناس، وإنك تتعالى على الناس بهذه الصدقة وهذه الأموال، حتى تذهب في الآخرة عند الله عز وجل فلا تجد لك رصيدا من الحسنات، صفر في الآخرة. جه منين؟ من الشيطان اللي كان بيزين لك العمل أو عاوزك دايما تكون مشهور بهذه الصدقة أو غيرها، فأضاع عليك الثواب. ومن الناس من يذهب في الآخرة وقد تبرع بجنيه واحد في حياته، جنيه واحد، يذهب في الآخرة ليجد هذا الجنيه جبلا من الحسنات. إن الله لا يربي الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. يعني زي ما الواحد بيجيب مثلا خروف كده أو يعني حاجة صغيرة كده، خروف أو معزة صغيرة كده، ويقعد يربيها ويأكلها وتقعد تكبر قدام منه وتربو قدام منه كده من قد كده لحد ما تبقى قد كده. كذلك ربنا عز وجل بيأخذ الصدقة ثم يربيها لصاحبها. يربيها يعني يكبرها 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 كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم الخروف بتاعه. إذن أو الماشية بتاعته عموما يعني. إذن الجنيه ده ممكن يبقى جبل من الحسنات في الآخرة. ليه؟ لأن هذا الجنيه توفر فيه الإخلاص
وتوفر فيه السرية أو عدم الرياء، وتوفر فيه أن كان من كسب حلال طيب، وتوفر فيه أن ذهب في مصرف من مصارف الحلال، وتوفر فيه أن صاحبه لم يمن على الناس بهذه الصدقة. ولذلك الضابطين الأخرين دول موضوع حديثنا النهاردة، اللي هي أن تكون الصدقة من كسب حلال طيب. احنا قلنا نمرة 1 الإخلاص، نمرة 2 السرية، النهاردة بقى نمرة 3 أن تكون الصدقة من كسب حلال طيب. يعني إيه من كسب حلال طيب؟ واحد طول عمره بيتعامل بالربا، أو كان عنده مصنع خمور، أو كان عنده مثلا بتاع اللي بينتج شرايط الرقص والكلام ده، أو شركة إنتاج مثلا أفلام بتنتج أفلام إباحية والعياذ بالله، أو عنده شركة بتتعامل في أي معاملات من الحرام، الرشوة بقى، بتعين ناس برشاوي، أي كلام من ده. واحد كون ثروته من باب من أبواب الحرام، وبعد كده أراد أن يتصدق من هذا المال، فبنى مسجدا أو أطعم الفقراء، عمل مائدة رحمن، عمل مجلس جمعية خيرية، عمل أي باب من أبواب الخير. هل هذا العمل عند الله عز وجل مقبول؟